أهلا بصبايا بعد الأربعين، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جاي أكلمكم عن بطل من أبطال فيتامين د وهو المشروم. بصراحة كانت مفاجأة ليا لما عرفت إن إحنا لما بنحط المشروم في الشمس لمدة من نص ساعة أو تلات أرباع ساعة إن بتكون فيه فيتامين د زي بالظبط فيتامين د اللي بيتكون عندنا لما بنعرض جلدنا للشمس. وبالتالي بعد ما بنعرض المشروم للشمس لمدة نص ساعة أو تلات أرباع ساعة، فيتامين د اللي بيتكون فيه بيكون مصدر مهم جدا بالنسبة لنا من مصادر فيتامين د، وبيكون مماثل لفيتامين د اللي بنكتسبه من خلال تعرضنا للشمس، خصوصا في الفترة الصباحية لحد الساعة 12 أو واحدة، يعني لو في الشتاء، وفي الفترة اللي قبل المغرب من ساعتين لتلاتة. لكن المشروم بقى لو حطيتيه في الشمس في أي وقت لمدة نص ساعة فأكتر فبيتكون فيه فيتامين د، وبعد كده تيجي تاكلي المشروم كأنك بالظبط خدتي فيتامين د طبيعي من الشمس. طبعا احنا عارفين برضو ان المشروم ليه فوائد كتيرة جدا جدا جدا، زي مثلا ان هو غني بالسيلينيوم اللي هو بيرفع المناعة، وكمان غني بالنحاس، وكمان غني بالبوتاسيوم اللي هو مفيد جدا خصوصا لمرضى القلب والضغط، وكمان غني بالبروتين اللي بيضاهي البروتين الحيواني، فهو مهم جدا جدا لينا ومفيد قوي قوي، خصوصا بقى في رمضان داخل علينا كل سنة وانتم طيبين. يعني تقدروا ان انتم طعاموا مثلا المشروم مع اللحمة المفرومة، هيكتر لنا نسبة اللحمة، وفي نفس الوقت القيمة الغذائية بتاعته عالية جدا، وخصوصا في البروتين بيضاهي فعلا البروتين الحيواني. طبعا المشروم بقى ممكن تعملي منه شوربة مشروم، ممكن تحطيه في كل الأكلات مع الفراخ مع اللحمة مع السلطة، لأن هو طعمه محايد، يعني ملوش طعم مميز قوي، فهو يصلح فعلا لوجبات كتيرة جدا، وقيمته الغذائية عالية جدا جدا. فانا حبيت اقول لكم بس على المعلومه ديت، خصوصا ان احنا هو داخلين على رمضان، فيا ريت تحطي المشروم في الشمس نص ساعه قبل ما نستخدميه علشان تستفيدي بيه البروتين وفيتامين د، ودولت من اقوى العناصر المفيده لينا جدا جدا، وخصوصا للصبايا. يا ريت نشير المعلومه دي لكل الصبايا علشان الكل يستفيد بيها، ويا ريت سبسكرايب ولايك وشير، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه.